الحشاشين ممكن تكونوا سمعتوا عنهم في الافلام او مسلسلات قبل كده، زي مسلسل الحشاشين اللي معمول في رمضان السنه دي واللي البطل بتاعه كريم عبد العزيز، او لعبتوا لعبه عنهم زي سلسله العاب اساسن كريد المشهوره. لكن الواقع اغرب واعمق من الخيال بمراحل. يلا ناخد جوله في تاريخهم العجيب ونشوف ازاي ليهم تاثير لغايه النهارده، وايه اللي خلاهم يعيشوا في ذاكره العالم لحد دلوقتي. الحشاشين اللي كانوا بيتسموا بالاسماعيليين كانوا واحده من الجماعات القتاليه اللي لعبت دور كبير في العصور الوسطى، ومؤسس جماعه الحشاشين هو حسن الصباح، الراجل اللي قدر يبني منظومه قويه ومنضبطه وسط الفوضى اللي كانت ماليه العصور الوسطى، اللي اتولد في مدينه اسمها قم في ايران سنه 1050 ميلاديا. من صغره كان واضح انه ذكي وعنده حب للعلم والمعرفه، وتعلم كتير في بلده، بس قرر انه يوسع افاقه ويشوف العالم، فراح بغداد اللي كانت في الوقت ده قلب العلم والثقافه في العالم الاسلامي. وفي بغداد حسن الصباح مش بس اتعلم، ده كمان اتعرف على ناس من كل حته، وسمع عن فكر الاسماعيليه، وده كان التحول الكبير في حياته، عشان شاف فكرهم طريقه لتغيير العالم للاحسن. فمن هنا بدا يخطط ويحلم بانشاء دولته الخاصه. لكن الطريق ما كانش سهل. حسن الصباح عاش في زمن الصراعات والحروب، وكان لازم يكون ذكي عشان ينفذ خطته، فرجع ايران تاني وبدا يدور على المكان المثالي لدولته. ولما لقى قلعه ألموت في جبال البرز، عرف ان ده هو المكان اللي بيدور عليه. المكان كان صعب اي حد يوصل له، وكان يعتبر في حصن طبيعي. دهاء ومكر قدر ياخد القلعه من غير اي نقطه دم. ومن هنا بدات قصه الحشاشين. حسن الصباح ما استخدمش قوته في القتال بس، استخدم كمان العلم والدين والسياسه، وبنى جيش من ناس كانوا مستعدين يضحوا بحياتهم في سبيل اهدافه. وده كان حسن الصباح. امتى بقى بدات جماعه الحشاشين؟ البدايه كانت في اوائل القرن ال11، حوالي سنه 1090 ميلاديه، لما حسن الصباح استولى على قلعه ألموت في ايران وخلاها مقر الحشاشين. والجماعه دي كانت جزء من الشيعه، وبالتحديد من فرقه الاسماعيليه، وعاشوا في مناطق واعره ومرتفعه في ايران وسوريا، واشتهروا جدا بسبب تنفيذهم لعمليات الاغتيال بشكل دقيق ومتخطط له بعنايه. يعني كانوا بيختاروا اهدافهم بمنتهى الذكاء عشان يخلصوا من الاعداء اللي كانوا بيشوفوهم تهديد لمبادئهم او وجودهم. والحشاشين مش بس اشتهروا بالاغتيالات دي، لكن كمان بطريقه تنظيمهم الفريده والتزامهم الشديد بالسريه، عشان كانوا عندهم حصون في الجبال مبنيه بطريقه تخلي من الصعب حد يتعرض لهم، وكانوا بيعتمدوا على التدريبات القاسيه والولاء لقائدهم. وفي وسط جبال القلب استولوا على قلعه ألموت اللي كانت تعتبر معقلهم الرئيسي. القلعه دي مشهوره بقوتها وصعوبه الوصول ليها، وده ساعدهم يحافظوا على استقلالهم لفتره طويله. ومن هناك كان الزعيم حسن الصباح بيدير العمليات ويخطط لها. والحشاشين كانوا معروفين بتكتيكاتهم الفريده في الاغتيال، اللي بتعتمد على الدقه والتخفي، عشان كانوا بيتدربوا لفترات طويله جدا عشان يتقنوا فنون القتال والتسلل والتمويه. حتى انهم كانوا بيتعلموا طرق للتحكم في نفسيات ضحاياهم واستخدام السموم بشكل احترافي. وفي القرن ال12 لما كانت الحروب الصليبيه شغاله، الحشاشين حاولوا يقتلوا صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين القائد اللي كان بيحلم بتوحيد الدوله الاسلاميه وطرد الصليبيين من الاراضي المقدسه. ولكن في الظل كان في ناس مش مبسوطه من النجاح ده، وابرزهم الحشاشين. وفي ليله مظلمه والكل نايم في سلام، قرر الحشاشين ينفذوا خطتهم الشريره. جابوا 2 من امهر المحاربين عندهم وتسللوا في خيمه صلاح الدين، وكان في ايديهم سيوف عشان يموتوا صلاح الدين. لكن صلاح الدين القائد العظيم ما كانش سهل تغلبه، فصحي من النوم وكان معاه جنوده اللي عرفوا يدافعوا عنه ويحموه من الحشاشين اللي فشلوا في مهمتهم. وفي الفتره دي كان في شويه اساطير وحكايات كتيره عن الحشاشين. من الاساطير والحكايات دي انهم كانوا بيستخدموا الحشيش في التدريبات، بس كتير من المؤرخين بيقولوا ان دي كانت اساطير مبالغ فيها، وانهم ما كانوش بيستخدموا الحشيش بالطريقه اللي بتتصورها. والاسم حشاشين نفسه فيه اختلافات عن معناه واصله. في النهايه الحشاشين عرفوا يحتفظوا بقوتهم ونفوذهم لحوالي 200 سنه، بس مع الزمن وبسبب الصراعات اللي كانت بتحصل سواء من جواهم او من الخارج، شويه شويه قوتهم بدات تقل. الضربه القاضيه ليهم جت من المغول اللي هجموا على حصنهم الاساسي في قلعه ألموت في ايران سنه 1256 ودمروها، وده كان بمثابه النهايه لدولتهم. لكن ده ما كانش نهاية تأثيرهم على العالم. حتى بعد ما انتهت دولتهم، الحكايات والأساطير اللي اتبنت حوالين الحشاشين لسه عايشة وبتتحكي. إنجازاتهم العسكرية وخصوصا تكتيكاتهم في الاغتيال لسه بيدرسوها لغاية النهاردة. أما في الثقافة الشعبية فتأثيرهم واضح جدا في الأفلام والروايات والألعاب الإلكترونية اللي كتير منهم بيستلهم شخصياتهم وأحداثهم. فعلا الحشاشين بقوا رمز للغموض والقوة، وقصصهم بتأكد على إن التاريخ ممكن يخلد الأفكار والشخصيات بطرق مكناش نتخيلها. وبس كده، دي كانت قصة الحشاشين. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك وسبسكرايب، واي سؤال او فكرة عندكم اكتبوها في التعليقات.